احصائيه اثبتت ان 7 من كل 10 مراهقين بيعانوا من قله النوم، واثبتت ان اللي بيناموا اقل من 8 ساعات بيبقوا معرضين اكتر للضغط والاكتئاب. يعني ببساطه المشكلات انت تفكر انها صغيره زي العصبيه وقله النوم، ده بيخليك تتغير من تحت لتحت. فتره المراهقه اللي احنا عايشينها مش مجرد فتره وهتعدي، دي اكتر فتره بيتشكل فيها شخصيتك وثقتك في نفسك اللي بيتبني عليها مستقبلك. الفيديو ده هنعرف ايه اللي بيحصل في جسمك في فتره المراهقه لو ما اهتمتش بالنوم والقلق، الدراسات الحقيقيه اللي بتاكد انها مش مجرد كلمه انا تعبان ومش مرتاح، حلول عمليه في المرحله دي. الدراسه اثبتت ان الارق وقله النوم بيأثروا على دوائر المكافاه في الدماغ، وده بيبقى مسبب للاكتئاب والقلق لاحقا. الدراسه اثبتت ان قله النوم بيكون مرتبط بيها قله التركيز وضعف التحصيل الاكاديمي وبعض الافكار الانتحاريه. دراسه ثانيه اثبتت ان اللي بيناموا نوم غير كافي بيبقوا اكتر عرضه للتقلبات المزاجيه وتقلبات المشاعر. دراسه اثبتت ان الاهل اللي بيقارنوا المراهق بغيره بيخلوه يدخل في مرحله المقارنه الصاعده، والشعور ده بيقلل من الثقه بالنفس، بالذات انهم لو بيقارنوا حد عنده ارق وقلق يبقى اكتر للتعرض للعدوى النفسيه. الخوف من الفشل والضغط من الاهل يخلوك تاخر قراراتك. لما بتكون مراهق نفسيا وجسديا اي كلمه بتخليك تنفجر. الحيره من المستقبل بيبقى مصاحب بخوف من الفشل وقلق، ومفيش حد بيختار لنفسه ظروف احسن. القلق ان محدش فاهمك او ان شكلك مش مظبوط بيأثر على احساسك بنفسك. ازاي تبدا بالتغيير؟ نظم نومك اولا، حاول تنام من 8 ل 10 ساعات لو تقدر. حاول تبعد عن التليفون والضوء الازرق قبل ما تنام بساعه على الاقل، عشان خاطر ده بيقلل من افراز الميلاتونين. حاول تخلي وقت المذاكره او المدرسه بعد الوقت اللي انت تكون فيه نايم نوم كافي. قلل المقارنات الاجتماعيه وركز على نقطه قوتك انت مش حد تاني. ولو اهلك بيقارنوك بحد اعرفهم ان ده بيأثر عليك بالسلب. ادي لنفسك الحق انك ما تكونش مثالي. خليك عارف انك ممكن تغلط وان النجاح مش طريق مستقيم هتمشي عليه. خلي الدايره بتاعتك الناس اللي فيها بيحسسوك بالامان وبيدعموك فيه. اهتم بالجانب النفسي والعاطفي. لو بتحس بالقلق وتوتر ما تستناش لما الامور تكبر، روح اتكلم مع حد تثق فيه. مارس هوايه تقلل عندك الضغط، اذا كان رياضه او اي هوايه انت بتحبها. تغيير المظهر الداخلي. الثقه بالنفس بتبدا من انك تعترف انك تستحق انك تكون افضل من اللي انت عليه دلوقتي، مش مجرد انك تبان افضل. خليك عارف ان اهم حاجتين هما انك تكون مرتاح وواثق في نفسك. ممكن تحس ان الحياه معقده مع الضغط وقله النوم والقلق، بس الحقيقه ان كل ده مش نهايه العالم. الدراسات بتاكد ان تغيير عادات صغيره زي النوم الكافي وقله وقت السوشيال ميديا كافي انه يغير حياتك 180 درجه. ابدا دلوقتي بخطوات صغيره. خليك عارف ان اللي انت هتبنيه دلوقتي هيبني عليه مستقبل. خليك عارف انك تستحق انك تكون نسخه افضل من نفسك.